السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي 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 قوي. ومعلش في الغيبه دي، لان انتوا عارفين موضوع الكورونا وتبعات كورونا وكل الكلام اللهبل اللي كان حوالينا ده. دلوقتي انا موضوع النهارده مهم جدا، بتكلم عن ليه امريكا واقفه دايما ورا اسرائيل. ليه امريكا بتساند اسرائيل؟ ليه امريكا مش شايفه حد غير اسرائيل؟ ومن وجهة نظر واحد عايش في امريكا داخل على 15 سنه، اقدر اقول لك ان امريكا عمرها ما هتتخلى عن اسرائيل، حتى لو اسرائيل عملت مذابح اكتر من كده 100,000 مرة. ليه؟ لان كل الاقتصاد في امريكا، وكل البيزنس، وكل اثرياء، اغلب اثرياء امريكا من اليهود. اغلب المتحكمين في الاعلام، وفي الميديا، وفي التجارة، وفي الاسهم، وفي البيزنس بوجه عام، كذا عيلة يهودية. والعيلة اليهودية دي عيلة صهيونية، مش عيلة يهودية بمعنى انها يهودية وخلاص، لا، صهيونية. وبت وبت بتبعت فلوس مساندة لإسرائيل. وانا شفت ده بعيني، لان انا قاعد في منطقة في نيويورك. ممكن 80% 80% منها يهود. فشايف الوضع عايش ازاي، بيعملوا زي ماركت سوق، وبيكتبوا لمساندة اسرائيل، سبورت اسرائيل، وكل الفلوس اللي انت هتدفعها. والناس اليهود بيعملوا ايه؟ بيروحوا يشتروا حاجة اغلى من سعرها. مثلا حاجة ب 10 دولار بيشتروها ب 15 دولار. فالراجل بياخد ال 10 دولار بتاعه وال 5 دولار الزيادة بيبعتهم لاسرائيل، دعم لاسرائيل. فامريكا هتساند اسرائيل مهما حصل. وامريكا هتفضل ورا اسرائيل حتى لو اسرائيل عملت مذابح اكتر من كده 100,000 مرة. لان لو ما فيش اسرائيل ما فيش امريكا، ولو ما فيش امريكا ما فيش اسرائيل. ده هما. طب هل انت ليه انت عايش في امريكا؟ انا عايش في امريكا لان اي حد يتمنى انه يجي يعيش في امريكا. ما تضحكش على نفسك. انت بتشوف فيديوهات تجرى لامريكا ليه؟ لان انت نفسك وحلمك انك تسافر امريكا. عايز توجد لنفسك فرصة عمل، عايز تعيش حياة افضل، لان انت شفت التعب والقرف اللي في دولتك، والمعاناة. وان انت على اخر الشهر الفلوس ما بتكفيش، وبتروح تستلف من ده وتستلف من ده وتاخد فلوس من ده، وتروح وتاخد وتشتري حاجة، كل حاجة بالقسط. ما انا كنت عايش في الموضوع ده وكنت شايف الموضوع مش غريب عليا. نرجع لموضوع اسرائيل. طبعا اسرائيل هنا، اقول على فور اكزامبل، لمثال يعني. مثلا انت عايش في منطقه، الشارع عايزين يسافرتوا الشارع. اديك مثال بسيط لان انا لازم اوصل لعقليه الناس عندنا. مش هقول عليها قليله بس عشان نفهم القصه يعني. الشارع عايز يتسفلت، ممكن الشارع ده يكون فيه مثلا 5 6 منازل يهود. الشارع ده بيتسفلت ويتعمل في يومين ثلاثة في أمريكا. أيوة، في أمريكا. ممكن لو ما فيش في منطقة مش يهودية ومعروفة إن هي مش يهود هنا، ممكن يقعد بأسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وأكتر من كده. هقول مثال بسيط أوي. قدام البيت بتاعي كان في شجرة واقعة، شجرة كبيرة جدا. فانت المفروض تكلم السيتي او الحي عشان يجي ينقلها، لان انت لما شجره بتقع البوليس بيجي الاول، الناس بتبلغ البوليس، والبوليس بيقفل الشارع من هنا ومن هنا، والشجره في النص. يعني ما تقدرش تعمل بارك يور كار، ما تقدرش تجرش عربيتك او تروح وتيجي. فالبوليس بيجي بيحط علامات، ممنوع الدخول والخروج من الشارع ده. بعد دور البوليس كده خلص. الدور الجاي ده بقى ايه؟ الدور اللي بعديه دور السيتي. السيتي اللي هو مش فاكر الاسم كويس، لان هم اسماء كده كتيره مركبه، اللي انا ما اتعاملتش معاهم قبل كده فما اعرفهمش يعني. فالمهم، دول بيجوا بعد ما الوقت بيقعد من 10 ل 15 يوم. حاجه اسمها انفستيجيشن. يعني ايه؟ يعني بحث. طب الشجره دي وقعت على حد؟ في عربيات الشجره وقعت عليها. عشان المفروض لو في شجره وقعت على العربيه، المفروض شركه التامين للشخص صاحب العربيه تيجي وتعاين الموقف، لان يعرفوا ان في شجره وقعت. ممكن واحد يقول لك انا اتخبرت مني شجره. مفيش اي، كل حاجه هنا يا جماعه بنظام. مفيش اي شجره يقعوا 3 صعايده يشيلوها ويعملوا، لا مفيش الكلام ده. ما احنا كنا كده يعني، في حاجه وقعت يلا يا جماعه نسيب ونشد بعض، والرجاله مع بعض، والرجاله صعايده يعني دماغهم واقفوا جنب بعض، مش بيتخلوا عن بعض. لا لازم نساعد مع بعض. وتوك توك يقع نشيل التوك توك. مفيش الكلام ده هنا، محدش هيشيلها. فلو البيت اللي قدامي كان فيه جماعه يهود، الموضوع ده ممكن يقعد بالافريج المتوسط من 10 ايام لاسبوعين. الموضوع ده خلص في ساعه. عشان ايه؟ عشان في يهود قدامنا. يهود من اللي هم عارفين، اليهود اللي هم متزمتين جدا. واغلب البنوك هنا
ممكن مثلا لو قلنا في امريكا 100 بنك، 99% من البنوك اللي في امريكا اصحابها يهود. لو قلنا مثلا سوبر ماركت، 80% من الماركت اصحابها يهود، بس تحت الاسم اليهود بيحطوا مثلا واحد من امريكاني، واحد من اسباني. ليه؟ لان اليهود ما يقدروش يبيعوا اي بضاعة غير الكشر. الكشر اللي هو زي حلال عند المسلمين عندنا. فلو تعرف ان هم حتى بيع البضاعة غير عليها كشر، غير يعني الحخام عندهم بيختم عليها وحاجات دي، ده اسمها الكشري. الكشر لو الناس ما تعرفش يعني حاجة دينية، ما تاكلش حاجة غير الكشر، ده الحلال عندنا. ما تاكلش عند المسلمين، ما تاكلش حاجة غير حلال. اوكي. ف فبيداروا تحت اسم حد معين عشان يعملوا فلوس، يعني ده اليهود يعني. فدي امريكا. وفي برضو نقطة تانية. هل اليهود ليهم صوت في امريكا؟ اليهود ليهم صوت كويس جدا جدا جدا. لو عايزين ترامب هينجح في الانتخابات، ترامب هينجح حتى لو هم ما بيروحوش ينتخبوا. فاهم القصه ازاي؟ كلمتهم مؤثره في الاعلام، هيعملوا كل الاعلام، السي ان ان والفوكس نيوز والان بي سي والاي بي سي وال كل الاكبر شركات عالميه بالاعلام اصحابها يهود، وعيله يهوديه اسمها عيله مردخاي، لو الناس بتبحث وتعرف القصه دي. فدي اللي انا عايز اقوله، ان اليهود مؤثرين جدا جدا جدا. يعني انا في الشركه اللي شغال فيها اصحابها يهود. اوكي. اليهود ما بيشتغلوش في اعيادهم. ممكن مثلا انا في رمضان لازم اشتغل في رمضان، اخد يوم، ده يوم اجازه، بس هم لو عندهم 100 يوم في السنه بياخدوا 100 يوم اجازه ومدفوعه الاجر. فاليهود واخدين حقهم وزياده، مبينين للناس ان هم ضحايا. في كل شوارع، كنت عايز اصوره كده بس ما اقدرش يعني عشان في بوليس وحاجات. اغلب الاماكن اليهوديه، المعابد والحاجات دي، حاطين صور الناس المختطفين اللي هم مدعين ان هم مختطفين من قبل حماس في الشوارع، دول مخطوفين، وساعدهم وانشر. وعارفين ايه يعني، عايزين يعملوا كل قضية رأي عام والتفاف الشعب حواليهم ان هم ضحايا. طبعا هم مش ضحايا ولا حاجة، والناس اللي عارفين عارفينهم عارفين ان هم مش ضحايا ولا حاجة. فإسرائيل هتفضل هتفضل في أمريكا، وأمريكا هتفضل تدعم إسرائيل والى ما لا نهايه. حتى لو امريكا المفروض، حتى لو اللي هيحصل ان اسرائيل، طبعا العرب عمرهم ما يتجمعوا، واللي موافقني يديني تعليق، والعرب عمرهم ما يتجمعوا ضد اسرائيل، لان في قوه اكبر من اسرائيل وراهم سندها. يبقى نهايه اسرائيل معناها نهايه امريكا، نهايه امريكا معناها نهايه اسرائيل. لان اسرائيل كدوله لوحدها ولا حاجه. اسرائيل كدوله لوحدها ولا حاجه. اسرائيل يعني امريكا. فاسرائيل دوله، انا ما احبش اقول كده، بس اسرائيل دوله ذكيه جدا. يعني عملت المصيده وبينت نفسها ضحيه، وهم اساسا مش ضحايا ولا حاجه، وبيقتلوا الناس. احنا هنا العرب في امريكا حاسين بوجع 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 ما اقدرش اقول لك عليه. لان شايفينهم وهم مبينين الناس ان هم ضحايا، وهم اللي اتعرضوا ل... للصدمه، وتعرضوا للذبح، وتعرضوا للقتل والاسر، وهم مش كده. واحنا عارفين الحقيقه بس ما نقدرش نتكلم. هضحك عليك اقول لك نقدر نتكلم؟ ممكن تتكلم مع واحد يهودي صاحبك، واحد يهودي ممكن ما يروحش من وراك ويتكلم ويقول. وفي ناس كتير فقدت الشغل في امريكا، دخلوا على الفيسبوك، بس اللي هم مناصب يعني، دكاتره بتاع، دخلوا على الفيسبوك وشافوا ان هم مساندين للقضيه، فيا اما ادوهم لي اوت، خليهم اجازه بدون مرتب من الشغل لحين اشعار اخر، او فصلوهم من الشغل. فدي القصه يا جماعه، دي القصه من واحد عايش في امريكا، ويقدر اقول لك ليه اسرائيل بتدعم امريكا. فاتمنى ان حضراتكم تشاروا الفيديو في الجروبات، واتمنى ان حضراتكم تحطوا لايك، لان انا زي ما شفتوا رجعت القناه وعايز ابتدي اعمل فيديوهات، وابتدي، وان شاء الله تقريبا ممكن يكون عندنا لايف اعمله الخميس يا الجمعة. فممكن مستني حضراتكم تجيلي، هيبقى بعد الظهر بعد العصر كده بتوقيت مصر، يعني 2/7. ممكن يبقى على الساعة 1 الظهر، 1 الظهر بتوقيت، يعني عندكم 8 9، يعني في الحدود ده. هتلاقوني نطلق عليكم الشاشة.
فاتمنى ان حضراتكم توافقوني في رأي وجهة نظري. لو مش موافقين نعترض، بس بذوق وذوق وادب. قلة ادب ما بسمعش فيها وما بعدهاش. اتمنى حضراتكم تشيروا واعجابكم بالفيديو بيدعمني وبيخليني استمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.